بالمعنى السلطوي أو السلطوي، هم ملوك تقليديين، ملوك. هذه قوى اجتماعية موجودة في إفريقيا باقية ولديها كم هائل من وبالمناسبة وبهذا الشهر الكريم أريد أن أبشر أهلنا في العالم الإسلامي أن 6 من ملوك الذين اجتمعوا بالأمس في طرابلس بالأخ معمر أشهروا إسلامهم على يديه. عندما أقول 6 ملوك من حوالي 3 أو 4 بلدان، معنى هذا أن ملايين الناس ستدخل قبل نهاية هذا الشهر الكريم إلى الإسلام. وعندما أقول إمام المسلمين معمر قذافي، معمر صلى في كل عام نذهب لنصلي في إحدى البلدان صلى خلفه ملايين البشر، ولديكم ترجع الوثائق في كل هذه المدن الإسلامية. عندما نقول هذا هم أصبح إمام المسلمين، ولا أعتقد أن حاكم إسلامي في هذا العصر يحفظ القرآن وفقيه في الدين كمعمر قذافي يأم هذه الملايين في أكثر من بلدان العالم. إذن فهو إمام. عندما نقول إمام أو نقول ومن هو إمام المسلمين عليه من آخر. نعم. طب من هو في هرم السلطة في ليبيا؟ ليس هناك هرم في السلطة في ليبيا على شكل دائرة. من هو في دائرة السلطة في ليبيا؟ الشعب. من هو معمر قذافي هو قائد ثورة. قائد الثورة. نعم. هل هذا هو منصب أم دور أم محرك؟ هذا ليس منصب. معمر قذافي هو الذي قاد الثورة، وهو الذي أنقذ ليبيا مع شباب ليبيا الأحرار عام 69، وأحييهم في هذا اليوم، سواء كان العسكريين من الضباط الأحرار وأعضاء مجلس قيادة الثورة أو الخلايا المدنية اللي تشكلها منذ 50 عام، يعني 10 سنوات قبل ما ترى النور في عام 69. وعاش الاضطهاد والتعب والألم، والليبيين زحفوا على القاعدة في مظاهرات، وزحفوا وتعرضوا للرصاص من العهد المباد، والضباط أيضا مطاردات قبل أن تفجر الثورة. معمر قاد هذه الثورة، وعام 77 سلم السلطة للشعب، حكم لغاية 7 سنوات، وبالعكس من بداية الثورة يحرض الناس على السلطة. عندما قامت الثورة بعام 69 الأغبياء الذين يقولون انقلاب، الانقلاب عادة يقوم به قادة الجيش، وزير الدفاع على وزير القيادة الطيران والبحرية، ويجتمعوا ليأخذوا قرار لينقضوا على السلطة مجموعة من الضباط الذين يمارسون لا، هذا تنظيم بدأ مدني عام 59، خلايا مدنية، وطرد معمر من فزان بسبب المظاهرات من أجل وحدة مصر وسوريا، ومن أجل قتل البومبا، ومن أجل المظاهرات اللي قامت من أجل عندما حصل الجزائر حصل فيها تفجير النووي الفرنسي. طرد وهو في سن مبكرة، ذهب إلى الشمال والتحق وبدأ يشكل في خلايا مدنية، واستمرت خلايا مدنية سنوات طويلة، إلى أن شاف أن الوضع في ليبيا لم يعد هناك إلا المواجهة، لأن القواعد كانت جاهزة لحماية النظام وحماية الملك، مواجهة عسكرية. فأخذ مجموعة من زملائه من يستطيع أن يلتحق بالكلية العسكرية يلتحق بالكلية العسكرية، لأن كان لابد من حصول السلاح، وكانوا رتب صغيرة وكانوا شباب وقادوا الثورة في الفاتح من سبتمبر. كيف يستطيع مجموعة من الشباب وبهذه الرتب الصغيرة أن يسيطروا على الجيش وأن يسقطوا النظام بتحميه 5 قواعد أمريكية و3 بريطانية، وكان يقرر بصيرة من أوروبا ومن السفارات الغربية. يعني كان هناك تنظيم شعبي. عندما انطلقت الثورة في صبح الثورة خرج الملايين من الليبيين للشارع تأييد لهذه الثورة، لأن كان هناك موجودة جاهزة، وكان الليبيين وصلوا إلى درجة التعبئة العامة لكي يثأروا لأنفسهم. الطليان كانوا حاكمين فينا لغاية 69، طردناهم بعد الثورة. يعني كان هناك استقلال للأسف سوري ومزيف، كانت ليبيا تحكم من السفارات الغربية. وقامت الثورة وسلم الأخ معمر الثورة إلى الجماهير أو الحكم إلى الجماهير. عندما حصل أو تشكيل وزاري عادة لما يحصل انقلاب تلاقي الخناقة على الوزارات، لواء ماسك وزير ولواء ماسك ما اعرفش ايه، هذا لا كانوا ضباط جاءوا بحكومة مدنية لا علاقة، ما فيهاش ولا باستثناء وزير الدفاع أعتقد أو وزير الداخلية كانوا عسكريين، أما الباقي كلها مدنية. واستمرت هكذا. الضباط الأحرار لغاية هذه الساعة موجودين في معسكراتهم وموجودين في عملهم الطبيعي، لم يمارسوا أي باستثناء قلة من أعضاء مجلس قيادة الثورة كلفوا بعض المهام المدنية، أما الباقي كلهم عادوا لمعسكراتهم. شوف أخ أحمد، عام 77 سلمت السلطة الشعب بالكامل، وأصبح الشعب هو الذي يقرر ما يريد.
استمر معمر القذافي محرر للثورة ويقف معارض، فهو الآن قائد يقود الثورة. المعارضة من أجل مصلحة ليبيا، من أجل مصلحة الأمة، من أجل مصلحة شوف أخ عمر، كل ما تقوله هو مغري للحوار لساعات طويلة كويس، ولكن بيظل لدينا وقت محدد. تحدثنا عن أسلوب صناعة القرار في ليبيا، وأنه يدار من خلال اللجان الشعبية، وأن هذا القرار، ويظل التساؤل هو من الذي يتخذ قرار إدارة العلاقات الليبية بالدول الأخرى، ومن الذي يتخذ قرار إدارة العلاقات الليبية بمصر. وهذا ما سوف نتحدث فيه بعد هذا الفاصل القصير. سيادة والسادة، أهلا بكم من جديد. ما زال الحوار ممتد مع سيد أحمد قذافي الدم، المبعوث الشخصي ومنسق العلاقات المصرية الليبية، والحديث الآن عن العلاقات المصرية الليبية. من الذي يدير العلاقات المصرية الليبية في ليبيا؟ من صاحب القرار في إدارة هذه العلاقات؟ اللجان أم جهات؟ أكيد طبعا. شوف، كما قلت لك، كل ما يخص العلاقات الخارجية والداخلية والأمن والدفاع تقرره المؤتمرات. المؤتمرات تختار، تصعد ناس من داخل الجماهيرية لإدارة هذه المرافق كلها. الخارجية، أمين الخارجية هو ينفذ سياسات تقررها المؤتمرات الشعبية. مع أشقان العرب أكيد نحن نسعى لتطوير علاقتنا مع أشقان العرب إلى الحد الأقصى والأفضل. بالعكس، نحن نطالب في كل مؤتمراتنا بتوحيد العرب ورفع الغبن عنهم وتحرير فلسطين، ونسعى. يعني نحن دائما مقصرين في نظر كل من يعمل في العمل الخارجي، مقصر في نظر المؤتمرات الشعبية، ودائما ندان لأن لم نقم بواجبنا كما ينبغي، لأن نجد للأسف عقبات كثيرة في مواجهتنا. نحن إيقاعنا سريع، وكما ترى نواجه بكثير من البيروقراطية والتقليدية وإلى غير ذلك، وهذا ما يجعلنا نحن في كثير من الأحيان مدانين أمام مؤتمراتنا الشعبية. العلاقة مع مصر كذلك، يعني الآن لدينا مثلا مكتب المتابعة العربي الليبي في مصر. هناك آلية استثنائيا لهذه العلاقة المميزة بين ليبيا وبين مصر. تم اختياري، لست متفرغا لهذا العمل كمنسق عام للعلاقات الليبية المصرية، لكي نعطي هذه العلاقة دفعة. في عهد الرئيس حسني مبارك أكيد شهدت العلاقة بين ليبيا ومصر ازدهار كبير، وكان الرئيس مبارك يرعاها شخصيا، والأخ معمر شخصيا، ولها خصوصية كبيرة. وأنا كلفت بهذه المهمة، أو أحاول جهدي مع زملائي هنا أن أعمل ما أستطيع من أجل ذلك. طيب، قبل ما أدخل في التفاصيل خلينا نسميها الاستراتيجية في العلاقة والكبيرة في العلاقة،